السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم اللي هي دائما مطبخ ام الحسن المغربية في مصر. كما كتشوفوا الطبق ديالهم بسطيلة رائعة بالدجاج، يعني طريقة مبسطة للمبتدئات. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتبقوا معنا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقة اللي استعملتها في البسطيلة ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. استودعكم الله. السلام عليكم. بالنسبه للطريقه ديال توجد البسطيله ديالي كتكون بسيطه، يعني سهله في المتناول، ماشي نكثر عليكم باش بغيت نوريها يعني غير المبتدئات. اما اللي مضاري كديرها راه كتعرف شنو كدير. هنا بالنسبه للدجاج انايا ديالي غسلته مزيان وجبدته من الكونجيلاتور، خليته ديكونجيلا. نحيدو له الجلده، كاين اللي ما كيحيدلوش. هنا الكميه كتبقى على حسب يعني افراد الاسره، نتوما كتحكموا فيها. انا غادي ندير يعني هنا بسطيله متوسطه، حنايا الناس قلال واللي كثار يكثروا يعني الدجاج ديالهم. صافي بسم الله. غادي ناخذ هنايا العطريه ديالنا، كنديروا شويه ديال البزار. بسم الله. اللي بغى يرقدها يعني ليله قبل اولا ساعه ولا ساعتين قبل من الاحسن. انا غادي نرقدها غير واحد نص ساعه حيت باغيتها. سكينجبير شويه نديرو بالزيت حيت عارفين الدجاج ديالنا كيبغي سكينجبير. الملحه بسم الله. الخرقوم. هنا اللي بغى يدير الضمه ديال زعفران شعره يدير، ولا الزعفران شعره انا دايرته هنا شويه في الماء. ندير شويه ديال القزبر يابس، غير شويه ضروري. بسم الله. ندير زعفران شعره كتشوفوا. بسم الله. هنايا بالنسبه للبصله درت هنايا كيلو طحنتها في الهاشوار، دكيتها شويه رقيقه احسن. عندي هنايا بالنسبه للوز عندنا نص كيلو، غادي نسلقو في الماء ونفسخو ونقليه. صافي وان شاء الله نكمل معكم المراحل الاخرى. ناخذ الكركوط ديالنا هنايا صافي، وغادي نحطو هذوك هنا بعد ما تشربوا لي العطريه كما كتشوفوا. هنا كيبقى كما قلت لكم يعني الكميه ديال الدجاج على حسب كل واحد والافراد اللي عندنا. يعني اللي تبارك الله تكون عائله كبيره ضروري ما تضاعفوا المقادير. هنا غادي ندير الزيت. هنايا الزيت غندير بالزايد كما كتشوفوا معايا. هذا الكاس كبير ديال المناضه درت فوق النص، ونزيد شويه زيت البلديه. اللي كيبغي يدير السمن يدير، انا ما كياكلوش السمن. هنايا الزيت غادي نحتاجوها تقريبا كاس الا ربع كما كتشوفوا ما بين الزيت العادي والبلديه. بسم الله. ما كياكلوش السمن كندير هنايا الزيت. صافي نخلي هنايا شويه تحمالي ونزيد عليه هاد الكميه ديال البصله. كما قلت لكم هنا عندي كيلو. ما ننساش هنايا واحد العويل ديال القرفه. هنا غادي نخليوها تشحر مع البصله، ما غاديش نزيدو الماء نهائيا. غادي يطيب هذا الدجاج ديالنا غير في هاد البصله حيت الكميه كاينه كثيره. انا غادي نشوف الا ما قدرتنيش في كوكوط نحولها يعني في كوكوط كبيره باش
يبقى اتساع فين الطيب، وداكشي اللي كيبان لك نحولها في كوكوط كبيره احسن باش تاخد راحتها. هنا ندير الربيع، هاي عندي غير القزبر، غندير غير المعدنوس مدارش قزبر. انا غادي نخليها تقلى حتى تهبط شويه البصله والدجاج. الا شفتها ما قداتنيش غادي نحولها كوكوط اخرى. صافي كما كتشوفوا معايا من تقلى مزيان غادي نسد عليها ونخليها في نار مهيله حتى طيب ونرجع معكم. كما كتشوفوا البنات هنايا الدغميره ديالي راه عاد باقي فيها البلول، غادي نردها يعني في نردها فوق العافيه حتى تنشف، ونزيد لها العسل و6 ديال البيضات. هنا بالنسبه للدجاج ديالي راه طاب كما كتشوفوا باقي سخون، غادي نحاول نخليه حتى يبرد ونفرتو، ولا كان فيه شي عظم نحيدو. صافي ديال الطريقه بطريقه سهله كما كتشوفوا معايا. كنقلب واش كاينه شي عظم ولا شي حاجه. صافي غادي نردها يعني حتى تنشف ونزيد لها البيض والعسل، ونتلاقاو ان شاء الله في محطه الماط. هنايا بالنسبه للكميه ديال الورقه عندي هنايا تقريبا كيلو الا ربع. انا كنقول اللهم تشيط ولا تخص، كتبقى على حسب يعني الاستعمال ديالكم. عندي هنايا اللوز، يعني بعد هنايا ما قليتو هرمشتو كما كتشوفوا معايا، نقصت شويه التزيين. غادي نزيد له شويه من هاد من هاد اللي هو اللي كيعلكو ديال ديك الدغميره اللي حيدناها يعني صفيناها من البيض. صافي غادي نخلطها كما كتشوفوا معايا. ها هي درت لنا 6 ديال البيضات، الكميه كتبقى على حسب. انا خليتهم تفطروا مزيان. وهنايا الدجاج كما كتشوفوا معايا فرتتو. صافي غادي نبداو ان شاء الله باش نلمطوا البسطره ديالنا. هنايا بالنسبه للوز انا ما حمرتوش بزاف تيولي اللون ديالو قهوي، انا دهبتو. اللي كيبغي يحمرو. هنا كنعاودو ندهنو الورقه ديالنا ضروري. الزيت كتعطيها قرمشه احسن من الزبده، وكتبقى هنا على حسب كل واحد. بسم الله. انا استعملت هنايا الورق ديال الزبده باش تسهل عليا في الهزان ديالها. هنايا السمك كيبقى على حسبكم، بغيتو ديروها رقيقه غليظه متوسطه. نحاولوا نقادوها باش ما تجيناش جهه عامره وجهه خاويه. كنضغطوها هكذا. هكا كنديرو هكا اللوز، يعني الا حطينا غير ناشف صراحه كيبقى يتفرتت هكا كيجي معلك. بنات صافي هنا انا لمطتها، يعني بلا ما نطول لكم الفيديو كنبقى نضغط هكذا. بغيتو ديروها رقيقه ديروها هكذا، انا كنديرها بحال هكذا، كنديرها شويه هكا كونفلي باش تبان. هنا تقريبا الدجاجه راه فيها عندنا دجاجه نتاع 2 كيلو و300 وزيد معها فخذ. صافي كنضغط عليه هكذا، كنزيد شويه ديال الزيت. صافي هنا نضغط، يعني ندير نمشيو للطريقه ديال التزيين.
هنا كنشد البيض ديالي، البيض كما كتشوفوا كنمشي كنعجنها باش غادي نلصق الورقه. هنا التزيين بغيتو تخليوها هكا عاديه ولا ديروا الطريقه ديال التزيين اللي بغيتو. انا غادي ندير التزيين هذا اللي انايا اللي بغيت. هنا كيبقى التزيين على حسب الاختيار. نشوفكم هنا كتشدوا الورقه ديالكم كتمشيو هكا، كنمشيو كنلصقها هنا. كنحاول نبين لكم البيليات هكذا، ندير هنا داك البيض صافي. كنخلي هادو هنايا هكا باش ندخلهم من بعد. نستمر هكذا حتى نسالي ان شاء الله. والفران ديالها غادي نديرو يسخن مزيان وندخلها الطيب. والتزيين كيبقى اختياري وبالصحه والراحه. اول حاجه بعد قبل ما نزال غادي نثقبها بكيردو باش ما تنفخليش. صافي هادشي اللي كان البنات.